حر بتحركاتك. ولا انا حرجع، انا ماني حر. شوفي خليني اقول لك شغله، انا هون بالمملكه حر، واذا بدي اسافر بكره بسافر. كان يمكن للمقابلة مع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري أن تمر مرور الكرام وتجري وفق ما هو مخطط لها وأن تحقق أهدافها المطلوبة لو لم تقع فضيحة كبرى أثناء نقل المقابلة مباشرة على الهواء. فما الذي حصل خلال المقابلة وسيتم فتحه الآن؟ لبنان يعني حنضلنا مكملين هالمشوار، وإن شاء الله بنكمل مع بعض جميعا. أيضا خلينا نقول دكتور الرئيس أنه كل الأطراف اللبنانية يمكن بدها تسمع كلمة منك اليوم ليعرفوا بأي اتجاه لازم يتوجهوا، لوين لازم، يعني كيف بدهم خلينا نقول. ففي هذا المقطع من الفيديو الذي وثق المقابلة التي أجريت أصلا في السعودية وتم نقلها على محطة تابعة للحريري نفسه، ظهر جليا من خلال الكاميرا وجود رجل سعودي بدا وكأنه ضابط وهو يحمل أوراقا بين يديه. واللافت أن سعد الحريري كان مثبتا نظره خلال هذه اللحظات باتجاه الرجل، وبدا الارتباك واضحا على ملامحه وعلى الإعلامية بولا التي حاولت تمييع الموضوع من خلال النظر إلى أوراقها ومحاولتها الاستمرار طبيعيا بإجراء المقابلة وكأن شيئا لم يحصل. ففي المقابلة قال سعد الحريري أنه حر في السعودية وسيعود قريبا إلى لبنان بعد اتخاذ إجراءات تضمن أمنه وسلامته. ولكن في الكاميرا تأكدت لجزء كبير من اللبنانيين شكوكهم بتقييد حرية رئيس حكومتهم ووقوعه تحت الأسر كباقي الأمراء في السعودية. فهل يمكن لسعد الحريري أن يحمي كل المكونات والأطياف اللبنانية كما قال خلال المقابلة إذا لم يستطع حماية نفسه من الأسر أصلا؟ عبير دندن xخبار.com. اليوم هذا الموضوع يعني أنت بدك تقول شأن سعودي داخلي، ولكن تم ربطه لأنه بالتزامن صار بعد استقالتك مباشرة. صادفت هذه الصدفة كانت؟ صدفة. طيب بهذه الصدفة كمان كان في كلام كتير أنه المواطن السعودي سعد الحريري ممكن يكون شاهد في بعض القضايا، ممكن يكون عم بيتحقق معه في بعض المسائل. هل سئلت بهذا الموضوع؟ أحلام، كلها هي أحلام؟ أحلام.